لدينا لاعب محمود عبد الحكيم، ومحمود يلعب الكرة في الأمام. الياسو، وهدف التقدم يأتي مع اللحظات الأخيرة لمصلحة فريق النادي المصري البورسعيدي. على ما يبدو أنه سيسي، عبد الله سيسي، يتقدم لفريق النادي المصري البورسعيدي في الرمق الأخير من أحداث الشوط الثاني. كرة صعبة على يد الحارس علي لطفي، فيها الذكاء، فيها مكر ودهاء، وهنا هدف يأتي لدى أنصار وأحباب فريق النادي المصري مع اللحظات الأخيرة من أحداث الشوط الثاني لتلك المباراة. كرة ملعوبة من اللاعب عبد الله سيسي بضربة رأس ماكرة خادعة على يمين علي لطفي. مع اللحظات الأخيرة كما نتابع، الكل اعتقد أن حسام حسن ربما يسدد، ولكن محمود عبد الحكيم يلعب الكرة داخل حدود منطقة الجزاء على رأس اللاعب عبد الله سيسي، على يمين علي لطفي اللاعب البوركيني من بوركينا فاسو. انتبهوا، احترسوا.